فيلم النهارده هيكون الجزء الثالث من سلسلة أفلام روكي، ولينك بقية الأجزاء هتكون موجودة في الديسكريبشن. وبدون ما أطول عليكم يلا نستمتع. قصتنا بتبدأ في حلبة ملاكمة مع المقاتل الشاب الموهوب روكي وبطل العالم للوزن التقيل أبولو كريد. وروكي وجه ضربات قاضية لكريد بسرعة ومهارة عالية جدا، وقدر ان هو يكسب الماتش وبقى بطل العالم للوزن التقيل. وبعد كده روكي انطلق في عالم الملاكمة وكسب مباريات كتير ضد اقوى المقاتلين في العالم، وكان بيدمر اي ملاكم يقف في طريقه بسبب قوته وسرعته الاسطورية. وروكي عمل اعلانات ومثل، ده غير ان هو بقى على غلاف كل المجلات وبقى من اشهر الشخصيات في امريكا. ووقت ما روكي كان بيستمتع في حياته فظهر مقاتل اسمه كلابر لانج، ولانج يبقى مقاتل شاب موهوب وكل هدفه ان هو يغلب روكي ويبقى بطل العالم للوزن التقيل. ولانج كان بيتميز بحجمه الضخم وقوته الرهيبة وقدرته على تدمير اعدائه. ولانج كان كل يوم بيتدرب باقصى قوته علشان يوصل لروكي ويلعبه على بطولة العالم. وفي يوم من الايام بولي صديق روكي كان بيتمشى وهو سكران، ولما شاف صورة روكي متعلقة في مكان عام فكسرها قدام الناس كلها، فالشرطة سجنته. وبعد كده روكي دفع الكفالة لصديقه بولي واخرجه من السجن. ومن هنا بنعرف ان بولي حاسس بالغيرة والحزن لان روكي صديقه بقى مشهور وما بقاش يسأل عليه زي الاول، فروكي عرض عليه يشتغل معاه وبكده هيبقوا قريبين من بعض زي زمان. ومن هنا بولي وافق على طلبه والاتنين اتصالحوا من جديد. وبعد فترة صغيرة فروكي اتحدى بطل العالم في المصارعة بهدف خيري لجمع التبرعات. ولما روكي كان في الحلبة وبيستعد للقتال فنيك المدرب الخاص بيه حذره من خصمه لانه مقاتل ضخم وقوي جدا. وفجأة دخل الحلبة بطل العالم في المصارعة والملقب بساندر ليبس، وساندر يبقى مقاتل ضخم جدا وكل الجمهور بيكرهه بسبب عصبيته وشراسته العالية. وبعد ما ساندر دخل الحلبة فقعد يستعرض عضلاته بفخر شديد وهزق روكي قدام الناس كلها. وبعد كده ساندر وروكي وقفوا قدام بعض، ومن هنا بنلاحظ فرق الحجم الكبير اللي ما بينهم. وبالفعل القتال ما بينهم بدأ، وفي بداية القتال ساندر استخدم حجمه وقوته في الهجوم على روكي وقدر ان هو يسيطر عليه بشكل كامل وطحنه قدام الناس كلها. وساندر ما سابش فرصة لروكي ان هو يتحرك ونفذ عليه اقوى حركات المصارعة. وفي وسط القتال فساندر فقد السيطرة على اعصابه وحدف روكي وسط الجمهور ومسك الحكم ضربه هو وحراس الامن، فروكي اتعصب عليه وخلع قفازات الملاكمة ودخل الحلبة من جديد. وروكي بدأ يقاتل باستخدام اسلوب ملاكمة الشوارع ووجه ضربات قوية لجسم ساندر واضعفه بشكل كبير وقدر ان هو يخنقه علشان يفقد الوعي. وفي نهاية القتال روكي استجمع قوته ورمى ساندر بره الحلبة. ومن هنا الحكم انهى القتال ما بينهم علشان حصلت فوضى كبيرة جدا في المكان وقال ان الماتش تعادل ما بينهم. وبعد القتال فساندر سلم على روكي وقال له ما تزعلش مني، وكل اللي حصل ده كان تمثيل علشان متعة الجمهور. فروكي سامحه والاتنين اتصوروا مع بعض وقدروا انهم يجمعوا 75,000 دولار للتبرعات. وتاني يوم روكي حضر حفل تكريمي من عمدة ولاية فيلادلفيا الأمريكية، والعمدة شكر روكي لأنه يعتبر رمز للنجاح والاجتهاد وقدم له تمثال ضخم منحوت على شكله. ومن هنا روكي حس بسعادة كبيرة وشكر زوجته وأصدقائه لأنهم كانوا السبب في نجاحه. ولكن فجأة ظهر المقاتل لانج وطلب من روكي يتحداه على بطولة العالم للوزن التقيل. وفي البداية روكي تجاهله لأن لانج مقاتل مش مشهور، فلانج بدأ يتعدى على زوجة روكي بكلام جارح. ومن هنا روكي اتعصب بشدة وكان عاوز يطحنه، بس من حسن الحظ حراس الأمن أبعدوهم عن بعض. وبعد كده روكي راح لنيك المدرب الخاص بيه وطلب منه يساعده علشان يتدرب لأنه هيقاتل لانج على بطولة العالم للوزن التقيل. بس نيك رفض الأمر وقال لروكي إن لانج مقاتل شاب عديم الرحمة ولو دخل معاه في القتال فهيدمره تماما. ومن هنا روكي حس بالحزن لأن المدرب الخاص بيه شك في قدراته. ومن هنا نيك قال لروكي يعتزل وهو على القمة لأن لانج خطير جدا وممكن يخسره اللقب. ولكن روكي كان عنيد وكان عاوز يتقاتل معاه لأنه تعدى على زوجته، فنيك وافق يدربه للمرة الأخيرة. وتاني يوم روكي بدأ في التدريب مع نيك علشان يساعده للماتش وبذل أقصى مجهوده في التدريبات.
اما لانج فبدأ يتدرب بكل قوته علشان يواجه روكي ويفوز بلقب بطل العالم للوزن التقيل، لانه عاوز يثبت للعالم كله ان هو اقوى مقاتل في التاريخ. وبالفعل الماتش ما بين روكي ولانج اتنظم والاف الجمهور حضروا الحلبة. وقبل الماتش فروكي قال للصحفيين ان ده هيكون اخر قتال ليه وهيعتزل الملاكمة بعد كده. اما لانج فكان رافض يتكلم مع اي حد ومركز على القتال وبس. ومن هنا روكي استعد للمباراة ودخل الحلبة مع مدربه نيك، ولكن فجأة لانج ظهر وبدأ يشتم في روكي، فروكي اتعصب عليه وبدأوا يتخانقوا. وفي وسط القتال فنيك وقع على الارض وجات له سكتة قلبية لانه سنه كبير، ولكن من حسن الحظ روكي لحقه على اخر لحظة واخده في مكان هادي علشان يستريح. ومن هنا نيك قال لروكي انه مش هيقدر يدخل الحلبة معاه بسبب مرضه. ومن هنا روكي كان مصدوم جدا لان نيك كان دايما بيقف جنبه وبيوجهه في وسط القتالات. وللاسف روكي دخل الحلبة بدون المدرب بتاعه وكان متوتر جدا لان ده اول قتال يلعبه بدون نيك المدرب الخاص بيه. اما لانج فدخل الحلبة في ثقة وتركيز عالي جدا، وكان كل هدفه ان هو يدمر روكي ويثبت للجميع ان هو افضل ملاكم في العالم. وبعد ما لانج وروكي وقفوا في الحلبة فالمذيع قدمهم للجمهور وقال ان الماتش ده يبقى على بطولة العالم للوزن التقيل. وبالفعل القتال ما بينهم بدأ، وفي بداية الجولة الاولى فروكي سيطر على خصمه وبدأ بالهجوم عليه، بس مع الوقت فلانج استرجع السيطرة بلكمات قوية جدا ونزل طحن في روكي وعوره في وشه. ولكن من حسن الحظ جرس الجولة ضرب، ومن هنا روكي بدأ يسأل عن نيك علشان يساعده، ولكن نيك فكان بيتعالج. وللأسف روكي كان تايه من غير نيك لأن ده أول قتال يلعبه بدون المدرب الخاص بيه. ومن هنا بدأت الجولة الثانية وروكي دخل القتال وهو مشوش ومتوتر، أما لانج فدخل وهو مركز على الفوز. وفي بداية الجولة فلانج نزل طحن في روكي ومسكه ظبطه، ومن هنا روكي حاول يقاوم بكل قوته ولكن بدون فايدة. وفي النهاية لانج وجه ضربة قاضية لروكي وقعته على الأرض لمدة 10 ثواني، وبكده روكي خسر الماتش ولانج بقى بطل العالم للوزن التقيل. وبعد كده روكي خرج من الحلبة وراح علشان يطمن على نيك المدرب الخاص بيه، ولكن للأسف حالته الصحية كانت سيئة جدا. ومن هنا نيك قال لروكي ان هو بيحبه زي ابنه الصغير بالظبط، وبعد كده مات في سلام. وروكي قلبه اتكسر على المدرب بتاعه لانه هو اللي علمه الملاكمة من البداية وكان زي الأب بالنسبة له. وتاني يوم روكي دفن نيك في حزن شديد، وبعد وفاة نيك فروكي بقى ضعيف ومش مركز في اي حاجة هو بيعملها وقرر ان هو يعتزل الملاكمة تماما. وفي يوم من الايام روكي كان بيتمشى في النادي الخاص بنيك وبدأ ان هو يفتكر ايام زمان، ولكن فجأة ظهر المقاتل الاسطوري ابولو كريد، وكريد يبقى بطل العالم السابق. وهو وروكي حصل ما بينهم قتال اسطوري، وكريد قال لروكي انت لازم تقوم من جديد وتلاعب لانج وترجع لقب البطولة للوزن التقيل من تاني. ولكن روكي كان مستسلم وقال ان هو مش هيقدر يكسب اي قتال بدون نيك، بس كريد حفزه وقرر ان هو يدرب روكي ويحفزه للماتش. فروكي وافق على طلبه علشان يسترجع لقب بطولة العالم للوزن التقيل. وتاني يوم كريد اخد روكي لنادي الملاكمة تحت الارض، وهدف كريد ان هو يبعد روكي عن الرفاهية ويدربه تحت ضغط عالي جدا علشان يسترجع قوته وثقته بنفسه. وبالفعل تدريب روكي مع كريد بدأ، والاتنين اشتغلوا على مبادئ ومهارات الملاكمة. وللأسف روكي ما كانش قادر يتمرن بدون نيك، ومهما كريد حاول يحفزه من جديد فروكي كان بيستسلم. وفي يوم من الأيام روكي وكريد كانوا بيتمرنوا مع بعض، ولكن فجأة روكي وقف وسط التمرين وقرر ان هو لازم ينسحب من القتال. ومن هنا ادريان زوجة روكي قالت له انت لازم تسترجع عزيمتك وتقف على رجلك من جديد. فروكي قال لها انا ما اقدرش اعمل اي حاجة بدون نيك لان لانج اقوى مني. وادريان حاولت تشجع روكي وقالت له لو نيك لسه عايش فكان هيبقى غضبان عليك لانك بتنسحب من القتال. وكلمات ادريان حفزت روكي واشعلت النار في قلبه، وقرر ان هو لازم ينتقم من لانج ويرجع بطولة العالم للوزن التقيل. وتاني يوم روكي اتمرن بقوة وعزيمة مع ابولو كريد وبدأ يطور مهارته ولياقته البدنية، ده غير ان سرعة ضرباته بقت رهيبة جدا. وروكي اتمرن باقصى ما عنده لان كان كل هدفه تدمير لانج تماما واسترجاع لقب بطولة العالم للوزن التقيل. وفي يوم من الايام روكي سابق كريد وقدر ان هو يغلبه، وهما الاتنين
احتفلوا مع بعض لان بكده روكي لياقته البدنيه اتحسنت وبقى جاهز للقتال قدام لانج. وبالفعل القتال ما بين روكي ولانج اتنظم والاف الجماهير حضروا الحلبه، وروكي استعد مع زوجته ادريان ومدربه ابولو كريد. واول لما روكي دخل الحلبه فكل الجماهير حسوا بسعاده كبيره لانه رجع للملاكمه من تاني، وروكي حيا الجمهور وجهز للقتال. اما لانج فكان عنده هدف واحد بس، وهو الحفاظ على لقب بطوله العالم للوزن التقيل وتدمير روكي تماما قدام الناس كلها. وبعد ما روكي ولانج وقفوا في الحلبه فالمذيع قدمهم للجمهور، واخيرا القتال ما بينهم بدأ. وفي الجولة الأولى روكي سيطر على القتال ونزل طحن في لانج بلكمات سريعة ومدمرة، ولكن مع الوقت فلانج استخدم قوته وقدر ان هو يسيطر على القتال من تاني ومسك روكي طحنه. ولكن من حسن الحظ جرس الجولة ضرب، وكريد أعطى روكي بعض النصايح علشان تساعده في القتال. وبالفعل الجولة التانية بدأت، ومن هنا روكي عمل حاجة غريبة جدا، وروكي استخدم أسلوب دفاع وبطل يهاجم لانج. فلانج استغل الفرصة ونزل طحن في روكي ووقعه على الأرض، ولكن روكي وقف من جديد ورجع للقتال. فلانج استمر في الهجوم عليه ووقعه تاني مرة، بس روكي كانت قوة تحمله عالية جدا وقدر ان هو يتحمل كل الضربات وفضل واقف لحد آخر الجولة. وطبعا كريد كان خايف على روكي وطلب منه يوقف اسلوب الدفاع ويبدأ بالهجوم لان لانج هيدمره تماما، ولكن روكي قال ان هو عنده خطة هيفوز بها في القتال. وفي بداية الجولة الثالثة فروكي استمر بالدفاع بدون اي هجوم، ومن هنا بتظهر خطته الذكية، وروكي ساب لانج يضربه علشان يستنفذ قوته ويخليه مش قادر يقاتل. وبالفعل روكي استغل تعب واجهاد لانج وبدأ يوجه له ضربات قوية وسريعة جدا، ومسكه هزقه وسط الحلبة قدام الناس كلها. وفي النهاية روكي وجه ضربة قاضية لانج وقعته على الأرض لمدة 10 ثواني، وبكده روكي فاز بالماتش واسترجع بطولة العالم للوزن التقيل، واحتفل بالفوز مع صديقه أبولو كريد وزوجته إدريان. وبعد فترة صغيرة فروكي وكريد اتقابلوا في حلبة ملاكمة سرية، والاتنين اتكلموا عن المباريات اللي لعبوها ضد بعض، وبدأوا يتقاتلوا بشكل ودي علشان يقرروا مين الملاكم الأفضل. وده كان ملخص فيلم روكي الجزء الثالث، ولينك بقية الأجزاء هتكون موجودة في الديسكريبشن. أنا مينا اسحاق، فلو عجبك الفيلم ما تنساش تحط لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل الملخصات النهارية، وما تنساش تعمل متابعة على صفحة الفيسبوك علشان تقول لنا على الأفلام اللي تحب نلخصها لك. أشوفك الفيلم الجاي يا صديقي، يا الله سلام.